بصوا بتدوب ازاي، فظيعة بجد يا جماعة. مش عارفة اتملك اهي، بصوا دايبة 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 دايبة. صباح الخير، يا رب يومنا ويومكم كله خير. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم بألف خير. النهاردة أول يوم في السنة الهجرية. إن شاء الله بإذن الله يبقى عام خير علينا وعلى كل المسلمين وعلى كل الناس يا رب. يبقى ربنا يرزق الجميع ويجعله سنة خير ورزق وبركة يا رب على كل الناس. عايزه اقول لكم ان في ناس بتهتم بالسنه الميلاديه وبننسى السنه الهجريه. لا يا جماعه، السنه الهجريه دي الاساس اصلا. فان شاء الله باذن الله تبقى سنه حلوه علينا كلنا وعلى كل المسلمين يا رب وعلى كل الناس باذن الله. بس بقى فحبيت اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم بالف خير. النهارده بقى يومنا خفيف ولطيف، وهنعمل لحمه كده بصوص في الفرن. يعني هعملها على النار الاول، بعد كده هحطها في الفرن. فتعالوا بقى نعملها مع بعض. دي بقى اللحمه ويلا نتبلها مع بعض. بملح الاول، ده فلفل اسود وهكمل برضو الفلفل الاسود وملح من ناحيتين، يعني هعملها من ناحيتين وهرجع. هحط بقى الفلفل الاسود والملح من الناحيتين مش من ناحية واحدة، علشان الفلفل يدخل او الملح يعني عامة يدخلوا في اللحمة كلها، علشان تبقى يعني واخدة من الناحيتين مش من ناحية واحدة. طبعا اللحمة بتحب الفلفل الاسود، فانا بحب اكتر بصراحة فلفل اسود. ده مش هيخليها سبايسي ولا حاجة، بالعكس هيخليها ليها ريحه كده. اول ما تتحط على النار بتبقى ريحتها تحفه بسبب الفلفل الاسود. وانا كمان بحط فلفل اسود في التتبيله وعلى النار، يعني الاتنين، لان اللحمه بتحب الفلفل الاسود فبيبقى ريحتها فظيعه. حطيت لها بقى التتبيله اللي انا كنت عاملاها، والتتبيله دي عباره عن بصل وتوم وفلفل والبهارات. حطيت 7 بهارات، وحطيت بهارات لحمه طبعا، وقرفه، بس قرفه بسيطه مش كتير، وصويا صوص ودبس رمان، وده اختياري طبعا، وفلفل اسود طبعا لان الفلفل الاسود قلت لكم اهم حاجه. بس كده، حطيت بقى وعملت كل روزماري. دول في الكبه. ده زياده عن التوابل اللي انا حطيتها عشان كنت نسيت. وندعك بقى كل ده في بعضه زي ما انتم شايفين. نزلت بقى بالزبده زي ما انتم شايفين كده، بس حطيت لها طبعا حبه زيت عشان ما تتحرقش. بعد كده حطيت اللحمه يعني تاخد صدمه. بصوا انا باين جدا ان المساكه اصلا مضايقاني جدا بجد يا جماعه. المساكه دي افشل اختراع، المساكه دي بالذات، يعني مش النوع ده بالذات مش بيمسك اي حاجه، بتفضل تتزحلق كده وبس. بصوا دي كان حتتين بس كده بشوح فيهم، عشان دول كنت هعملهم مكرونه لوحدهم على جنب. يعني دول مش هعملهم بالطريقه التانية اللي انا هعمل بيها. يعني دول هحطهم في مكرونه كده بالصلصه كده. شلت بقى اللحمه، وفي نفس الطاسه حطيت بقى بصل وفلفل الوان، وفضلت اقلب فيهم كده لحد ما اتشوحوا خالص ودبلوا. بس بعد كده نزلت بقى باللحمه كده زي ما انتم شايفين. دي بقى الكميه اللي انا كنت عاملاها في الاول، وسبتها بقى على حطيت لها بقى حبه ميه تستوي خالص، وكل شويه بهدي عليها وبس كده. وبعد كده خلصت، وحطيتها في صينيه تاني وحطيتها في الفرن زي ما انتم شايفين. وطلعت يا جماعه رهيبه رهيبه، دي كلمه قليله بجد. لازم تجربوا الطريقه دي. بصوا منظرها اصلا فظيع بجد ما شاء الله، وكانت جوسي كده وكانت فظيعه بجد. يعني بصوا عايزه اوريكم اصلا. بصوا بتدوب ازاي، فظيعه بجد يا جماعه. مش عارفه اتملك اهي، بصوا دايبه 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 دايبه. حطيت بقى اللحمه دي بقى الطريقه اللي هعمل بيها المكرونه اللي هي المبكبكه. حطيت بقى اللحمه زي ما انتم شايفين كده، ونزلت عليها بالصلصه. بصوا بقى فضلت تغلي كده، وسبتها بقى خالص وقفلت عليها. وبصوا بقى منظر المكرونه. حطيت مكرونه بس يا جماعه، انا كنت ناويه اعمل طبق صغير بس
حطيت كيس مكرونه كامل صغير بجد، فطلعت كتير جدا جدا جدا، لاني كنت حاطه يعني قطعتين لحمه كبار بس ما كانتش كتير، يعني كانت كتير على المكرونه. بصوا بقى بعد ما خلصت شكلها. خلصت بقى كل اللي ورايا، ودي مرحله طبعا رص المواعين. بحب ان انا بعد ما اخلص ارص المواعين عشان تكون تصفت. في ناس بيحطوها زي ما هي، انا مبحبهاش كده، انا بحبها ان هي تتصفى وبعد كده ارصها. خلصنا بقى الاكل، و انا بصراحه بحب يعني اغسل البوتاجاز قبل ما اغرف الاكل اصلا. بس النهارده بصراحه حطيت الاكل، بعد كده غسلت المواعين، بعد كده اتجهت على البوتاجاز. يا جماعه بجد انا اكتر حاجه بحبها فقره غسيل البوتاجاز دي، لان انا يعني ببذل مجهود فيه لدرجه ان انا بخليه بيلمع رغم ان هو بيغير مني وكده، بس انا بحب الحاجه اللي ابذل فيها مجهود وبعد كده تطلع زي ما انا عايزه. بس فانا بحب يعني رغم ان هو بيعذبني وبيفضل كتير عشان ما يغيرش، لان زي ما قلت لكم ان البوتاجازات دي بتغير وبتتقشر وكل حاجه، بس لا دي اكتر فقره بحبها بجد. بحب بقى لما يخلص بقى في الاخر ويكون بيلمع وكده، بحب كده جدا يعني. بس بصوا بقى يا جماعه بعد ما خلص بيلمع حرفيا، بيلمع ما فيهوش اي حاجه خالص. البقع دي لسه عشان هي لسه في حته ما نشفتش، فلما بينشف بقى بيبقى كل لون واحد. ده اكتر احساس انا يعني بستناه، او ده اكتر حاجه انا بحبها بصراحه. هحط بقى الحوامل بتاعته وتمام كده. بصوا ما شاء الله ما شاء الله القمر النهارده عامل ازاي. بصوا هو شكله اصلا مش باين قوي في الكاميرا. طب استنوا، هو ده شكله بجد في الحقيقة بالظبط، بس طبعا في الحقيقة احلى شكله بوضوح، يعني بجد تحفة ما شاء الله ما شاء الله. بصوا كل ما بقرب هو كده شكله حلو جدا يا جماعة ما شاء الله، الله اكبر بجد. ما شاء الله، لا باين عليها ان هي حمرا وريحتها. خلصت كل اللي ورايا الحمد لله، ودي احلى لحظة انا بوصل لها، ان انا اقعد بقى قدام التلفزيون كده واقطع الفاكهة بتاعتي واشرب مشروبي المفضل. بس النهارده مش حاسه ان انا عايزه اشرب نسكافيه او كده، فهاكل فاكهه الاول. بطيخ يا جماعه، البطيخ بجد بصوا منظره. انا قطعت اصلا البطيخ وقلت ايه اقطعه يسقع شويه عقبال ما اخلص اللي ورايا. انا بجد خلصته يعني، بصوا هو كان مليان بجد لحد هنا ولسه كمان في تاني. ساقعه كده وحمرا ومسكره، تحفه بجد. لا المهم ان انا في مسلسل بتابعه لسه بادئه يعني، لسه اول حلقه، اسمه ورد وفل وياسمين، فهقعد بقى اتفرج دلوقتي على المسلسل واكل بقى فاكهه، اقطع بقى تفاح وخوخ وكده وبس، واقعد اكل بقى. اقطع بقى تفاح. بصوا انا عندي بصراحه انا عندي تفاحه واحده بس هي اللي خضراء، بصوا اهي، وناشفه كمان. بالنسبه لي التفاح الباقي ده كده يعني ايه احمر، ده مستحيل اكله. بصوا كمان سامعه صوته، فاللي هو لا ده مستحيل يعني. بس فبالنسبه لي دي بقى الخضراء. بصوا الصوت ده بيغسلني يا جماعه. لو التفاحه طبعا انا قلت لكم قبل كده، لو التفاحه مش كده يبقى انا كده ما بحبش التفاح اصلا. يعني لو التفاحه مش بتعمل الصوت اللي هو الجامد ده، ولما ادوس عليها الاقيها بتعمل صبعي بينزل معاها، لا كده ما اكلهاش. بس فاقطع تفاح وخوخ يا جماعه. الخوخ اهم حاجه، انا بعشق اي حاجه اسمها خوخ. بعشق الخوخ، بحب الخوخ.
خدت طبق الفاكهة وقعدت اتفرج على المسلسل بتاعي، واشوفكم في فلوج جديد. باي باي.